كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم النقاب عن الشعار المعتمد لدورة كأس أفريقيا في دورته المقررة التي ينظمها المغرب نهاية السنة الجارية. ولكن اختيار الزليج رمزا لهذه المنافسات لم يمر مرور الكرام، وأحدث موجة جدل لم تنتهي بين المغاربة والجزائريين. مشاهدينا، طبعا الزليج معروف بألوانه وأشكاله المميزة ولم يعد خافيا بسبب ذلك الجدل المستمر، فهكذا ظهر الشعار التذكاري للمنافسات الأفريقية بشكل رسمي، وأصبح متداولا عبر المنصات واجتماعات المسؤولين في الكاف، ورمزا سيكون حاضرا طيلة المنافسات الأفريقية التي ستنطلق في 21 من ديسمبر القادم وتستمر حتى 18 من يناير عام 2026 في المغرب. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ورغم أن الزليج محل جدل بين الدولتين الجارتين، فقد كتب عند تقديمه للشعار المميز لهذه الدورة ما يلي: شعار كأس الأفريقية 2025 المستوحى من فن الزليج المغربي يرمز إلى الوحدة والإبداع. أما الكأس التي أعيد تصميمها أيضا فهي تعكس مكانة وهيبة البطولة. شعار كأس أفريقيا بالزليج طبعا حظي بإشادة واسعة داخل المغرب وخارجه، باعتباره يعكس الهوية الثقافية المغربية بشكل مميز، ويبرز فن الزليج كعنصر تراثي أصيل للمغرب، باعتبار أن الكاف وصفه بالزليج المغربي. لكن في الجزائر انتقد عدد كبير من الجزائريين هذا الاختيار، وقالوا إن الزليج زخرف جزائري أصيل، بينما أشاد آخرون بأن الحكومة تقدمت بطلب رسمي لتصنيفه تراثا جزائريا. إعلاميا أيضا صدرت تقارير لتؤكد أن الزليج جزائري، بينما احتفت بعضها بطريقة مثيرة بما وصفته بالزليج الجزائري الذي يتألق حتى في المغرب من خلال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. مشاهدينا، كثير من المغردين الجزائريين ووسائل الإعلام شككوا في قول الاتحاد إنه الشعار يرمز للوحدة الأفريقية والرياضية، بينما ينسبه للمغرب، وهو محل جدل طبعا بين البلدين الجارين، بينما عده مغاربة كثر دليلا إضافيا بأن الزليج تراث مغربي. كانت الجزائر طبعا قدمت شهر أبريل نيسان الماضي ملفا يتعلق بفن الزخرفة المعمارية والخزفية بالزليج وكل المعارف والمهارات المرتبطة به، لإدراجه كتراث جزائري في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لدى اليونسكو. ويذكر أن المنتخب الجزائري ظهر بقميص مزين بزخرفة الزليج من علامة أديداس سنة 2022، وذلك أثار جدلا واسعا لدرجة أن وزارة الثقافة المغربية وجهت إنذارا قضائيا لأديداس بدعوى أن تصميمها هذا مستوحى من نقوش الزليج المغربي، كما طالبتها بسحب قمصان المنتخب الجزائري، غير أن الشركة الألمانية رفضت سحب تلك القمصان. رواد مواقع التواصل طبعا لهم رأي في هذا الموضوع، لنقرأ بعض التعليقات. وليد يقول: أصبح الوضع لا يطاق بسبب إقحام السياسة في الرياضة بسبب خريطة أو بسبب زليج، فما هذا العبث؟ أما هنا محمد على ما يبدو يقول: القميص الخاص بتدريبات المنتخب الجزائري مستوحى من عراقة وثقافة وهندسة فن الزليج الجزائري، رسميا سيكون الراعي لكأس أفريقيا بالمغرب 2025. أما نادر يقول: تصميم مغربي، وهو شعار الكأس بالمغرب ويبرز تقديم تراث الفن والإبداع والزليج المغربي. بلال أخيرا يقول: المغرب العربي الكبير، ثقافة وحدة، خلونا من الفتنة. Voices of Mina Iriada, Jimana.